هل شهر الصوم بالأنوار، زاد قلبي طمأنينة ووقار، لياليه سكينة تروي، وروحانيا في الأفق تعلو، يا رؤية رمضانية تجلو، كل هم وبها النفس تحلو، فيك يا شهر الخير سلامي، وفيك أجدد إيماني وآمي. رمضان كريم شهر الروحانيات والصفاء، لكن الإعلام غارق في بحر من التفاهة والجفاء، الشيخة والعلام ومقالب بلا معنى تتعاد، برامج الفكر تحارب وللعمق ما كاين بلاص، هذا نظام تفاهة اللي حضر منه آلان دونو، عالم يقدس السطحية والجهل أصبح هو القانون، المشاهد المغربي هارب من الواقع باغي غير ينسى، والميديا كتعطيه سموم في قالب كوميديا بائسة، فكر قبل ما تستهلك، رمضان ماشي شهر ضايع، قاوم التفاهة خلي لوعيك أقوى دفاع. لماذا يبدو وكأن عقولنا في رمضان تأخذ إجازة، بينما تنشط فينا غرائز الاستهلاك السريع، في الوقت الذي يفترض فيه أن يكون الصيام رحلة نحو العمق والتأمل والزهد؟ نجد أنفسنا أحياناً غارقين في بحر من المحتويات السطحية العابرة. ساعات طويلة أمام الشاشات، وضحك سريع يمر دون أثر، ومحتوى يستهلك بسرعة ثم ينسى بسرعة أكبر. هل الأمر مجرد صدفة؟ أم أننا نعيش فعلاً ما وصفه الفيلسوف الكندي آلان دونو بنظام التفاهة، حيث لا تصبح الرداءة استثناءً، بل تتحول إلى معيار يفرضه منطق السوق والإعلام؟ في هذا الفيديو نحاول أن نفهم لماذا تنتشر التفاهة أكثر من الفكر، خصوصاً في رمضان؟ وهل المشكلة في المحتوى فقط، أم في علاقتنا نحن أيضاً بما نستهلكه؟ يقول الفيلسوف الكندي آلان دونو إن التافهين قد احتلوا موقع السلطة. وإذا نظرنا إلى التلفزيون المغربي في رمضان 2026 بدا وكأن الرداءة لم تعد مجرد خطأ عابر في الإنتاج، بل تحولت إلى ما يشبه خياراً إنتاجياً مقصوداً. فقد تصدرت منصات التواصل مشاهد من برامج الكاميرا الخفية التي تقوم على الإحراج والإهانة، كما عادت بعض السيتكومات إلى تدوير الضحك السهل القائم على الصراخ أو التنمر، في حين مرت مسلسلات بخطابات مرتبكة لا يبدو واضحا ما تضيفه لمجتمع محافظ يتطلع إلى قدر من التماسك الأخلاقي والمعنوي. ولذلك لم تكن التعليقات النقدية هذا العام هادئة، إذ وصفت بعض المقالات الصحفية المشهد السمعي البصري بعبارات قاسية تصل إلى حد الحديث عن مجزرة في الذوق العام. والسبب أن هذه الأعمال لا تتوجه إلى عقل المشاهد الصائم بقدر ما تخاطب فيه نزعة الاستهلاك والترفيه السريع. وهنا تصبح التفاهة أكثر من مجرد غياب للفكر، إنها في العمق شكل من أشكال الاعتداء عليه. لقد فسر بعض الفلاسفة هذا الانجذاب إلى المحتوى السطحي بما يمكن تسميته بالهروب من الذات. فالإنسان لا يبحث دائماً عما يتطلب التفكير والجهد، بل يميل في كثير من الأحيان إلى ما يمنحه راحة فورية. وهنا يلاحظ الفيلسوف الفرنسي ميشيل دي مونتيني أن العقل يميل بطبيعته إلى السهولة والراحة، فالمحتوى الفكري يحتاج إلى قدر من المكابدة والتأمل، بينما تقدم التفاهة متعة سريعة لا تتطلب جهداً ولا تركيزاً. ومن زاوية أخرى، يشير الفيلسوف الألماني أرتور شوبنهاور إلى أن النفس البشرية كثيراً ما تنجذب إلى الإثارة والضجيج أكثر من انجذابها إلى التفكير الهادئ. وفي سياق رمضان، حيث يكون الجسد مرهقاً بعد يوم طويل من الصيام، تضعف المقاومة الذهنية، فيصبح المحتوى السريع والخفيف أشبه بمسكن مؤقت يملأ الفراغ الزمني بين الإفطار والسحور، دون أن يترك أثراً عميقاً في الفكر. لسنا دائماً من يختار التفاهة بوعي، ففي كثير من الأحيان تفرض علينا بطريقة غير مباشرة. فخوارزميات منصات التواصل الاجتماعي صممت أساساً لتغذية الانتباه اللحظي وجذب أكبر قدر ممكن من التفاعل السريع. أما الفكر العميق فيحتاج إلى زمن أطول للتأمل والاستيعاب، وهو زمن أصبح نادراً في عصر السرعة. تطل علينا دراما رمضان، ومعها سيتكومات العذاب ومسلسلات الاستلاب وباقي مواد الخراب.
خراب للأخلاق وتشتيت في الأرزاق وتشويه للأذواق. دراما رمضان لهذه السنة أعلنتها حربا ضروسا على الأسرة المغربية، ومعركة طاحنة لطمس الهوية الوطنية، ومعتركا مفتوحا للقضاء على أسس الثقافة والأخلاق المغربية، وسوقا رخيصة لتفكيك الروابط المجتمعية وتغييب الوعي بالملاحم التاريخية. فوت عليك هذيك التفاهه اللي كاينه، راه هاد بوخنشا بوكزا بوكدا راه مديورين ليك غير باش تبقى تالف، وتيتشجعوا غير باش تبقى تالف. قول لي بالله عليك شنو كتستافد؟ قول لي انت ملي تدخل تشوف بوخنشا شنو كتستافد؟ راه ما كتستافد حتى وزه، وغدا قول بغينا الفلوس. واش هادشي اللي يستاهلوا المغاربه من قناه عموميه وفي الوقيته ديال الفطور وفي رمضان؟ عرفتي راه لابد من محاسبات اللي يسمح ببرمجه هاد السيت كوم مع الفطور، وخصوصا هاد الشخصيه المستفزه وطريقه الكلام ديالها اللي يعني ثقيل على القلب والحامض. راه ما يمكنش انا ما كاينش الفكاهيين والكوميديين كاع في المغرب، كاع ما كاينينش كاع باش تجيبوا لنا هاد الشخصيه هذه وفي هاد الوقيته ومع الفطور وفي رمضان. في رمضان 2026 بدا هذا الأمر واضحاً، إذ استغل بعض صناع المحتوى منطقة الرمل لخلق نقاشات سطحية حول فضائح مصطنعة أو صراعات تافهة، فاستحوذت هذه المواضيع على اهتمام الجمهور وأزاحت المحتويات التي تحاول تقديم مضمون فكري أو روحي أكثر جدية. وهكذا نكون أمام ما يسميه الباحثون باقتصاد الانتباه، حيث يمكن تحويل اللاشيء إلى حدث كبير فقط لأنه قادر على جذب المشاهدات والتفاعل. لكن هل استسلمنا فعلا لهذا الواقع؟ الفلسفة تذكرنا بأن القيمة لا تقاس بالانتشار، بل بالأثر الذي يتركه الفكر في الإنسان. فالصيام في جوهره ليس امتناعا عن الطعام فقط، بل هو أيضا كف للنفس عن كل ما يبدد المعنى ويستهلك الروح. إنه تمرين على نوع من الانضباط الذهني، وعلى القدرة على التمييز بين ما يغذي الفكر وما يسرق الوقت دون فائدة. من هنا تبدأ المقاومة بسؤال بسيط: هل هذا المحتوى يضيف إلى وعينا شيئاً، أم أنه مجرد لحظة عابرة تستهلك انتباهنا؟ إن المسؤولية في النهاية مسؤولية مشتركة، تبدأ من المؤسسات التي تمول أعمالاً سطحية بأموال عمومية، ولا تنتهي عند المشاهد الذي يمنح النقرة والمشاهدة لمن لا يستحق. وكما يذكرنا تحليل الفيلسوف الكندي ألان دونو، فإن كسر ما سماه نظام التفاهة لا يتحقق إلا بالوعي، وعي نقدي يعيد الاعتبار للفكر والمعنى في زمن يفضل السرعة على العمق. في نهاية المطاف، تنتشر التفاهة لأنها خفيفة وسريعة العبور، بينما يبقى الفكر لأنه أعمق أثراً وأكثر رسوخاً. ورمضان يمنحنا فرصة لنسأل أنفسنا بصدق: هل نريد أن نكون مجرد أرقام في إحصائيات المشاهدة لمحتويات عابرة، أم ذوات واعية تصنع علاقتها الخاصة بالمعنى؟ هنا نترك لكم السؤال في قناة رؤيا: بعد انقضاء هذا الشهر، ماذا سيبقى في ذاكرتكم؟ هل هي ضحكة عابرة على مشهد سخيف، أم فكرة واحدة عميقة قادرة على أن تغير طريقة نظركم إلى الحياة؟ شاركونا آراءكم. ما أكثر المشاهد التي استفزت وعيكم خلال رمضان هذا العام؟ وهل تعتقدون أن الفكر قادر على استعادة مكانته أمام هذا الطوفان من التفاهة؟ ننتظر تعليقاتكم لنفتح معا نقاشا هادفا يثري الوعي ويمنح للفكر مكانه الذي يستحقه. لا تنسوا دعم قناة رؤيا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من محتوياتنا، كما يسعدنا كثيرا أن تضغطوا على زر الإعجاب وأن تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم حتى يصل النقاش إلى أكبر عدد ممكن من المهتمين بالفكر والمعرفة. دعمكم هو ما يمنح هذه المساحة للاستمرار. إنتاجات القنوات المغربية في رمضان تواصل إثارة الجدل كل عام، فالمسلسلات المغربية تضرب قيم مجتمع مغربي محافظ وتستهدف رموزه وعلى رأسها الأستاذ. أما سلسلات الكوميديا فتنشر الحموضة بنسب مرتفعة
بينما برامج الكاميرا الخفية تواصل استحمار المشاهد المغربي. والخطير أن كل ذلك يستنزف أموالا طائلة يؤديها دافع الضرائب. انا قطعت التلفازه في الدار ديالنا كاع بسبب هذا الشيء هذا. بالنسبه لي كان عندي نتفرج في الدوزيام شني ديك المسلسلات اللي كيحطوا هذوك لا علاقه، ما كيعجبنيش نتفرج لهم. وهما فحال اللي كيبغيو يوصلوا شي رساله، يعني رساله خايبه للمجتمع. دابا الجيل اللي طالع دابا ملي كيشوف بحال اللي كيشرب منهم ديك الشيء هذاك، يعني اي حاجه كيشوفوها كيبغي بحال اللي كيتاخذوهم. محتوى التافه والسلام، واخا كيلهيو الناس على الصلاه ديالهم ولا كيخليوش الناس يتبعوا الدين ديالهم. واخا هادشي اللي كاين. نتفرجوش ديك الشيء بزاف، كنشوفوه بالحق ما كنجلسوش نتفرجوه، حيت ديك الشيء ماشي هادف، ديك الشيء الضحك هيدا وصافي، يعني ما كيفيدوناش بشي حاجه، شي حاجه دينيه زعما، شي حاجه نتثقفوا بها، ما والو. كتجبر ديك الضحك كيتعاود كل عام، ما كاينش شي حاجه جديده، ما كاينش التغيير، التجديد، نفس الوجوه، نفس الشيء كيتعاود وصافي. كنفطروا الفطور ديالنا، التلفزيون مشعول حتى واحد ما كيديها فيه، كنوضوا نمشيو نصليو الصلاه ديالنا. يا شهر الفكر يا باب التأمل، فيك نسعى بفهم الحق بالعقل، نبني من الصمت جسور تساؤل بين القلب وبين النبض الأجمل. يا شهر الفكر يا نفسا تهتدي في الليل، صوم العين عن كل غفلة، صوم الروح عن الجوع والوعي. يا شهر الفكر خذ بديل طريق أعدل. صيام ليس فقط عن الطعام، بل عن الجهل، عن كل ظلام. تدبر القلوب وافتح العيون، تزهر فينا معاني السلام. يا شهر الفكر يا نفسا تهتدي في الليل، صوم العين عن كل غفلة، صوم الروح عن الجوع والوعي. يا شهر الفكر خذ بديل طريق أعدل. رؤيا رمضانية، فكر والدين بعيون، في اللحظة تجري الدمع، يصفو الدعاء ويرق الحنين. يا الله يا شهر الفكر يا نفسا تهتدي في الليل، صوم العين عن كل غفلة، صوم الروح عن الجوع والوعي. يا شهر الفكر خذ بيدي لطريق أعدل. يا شهر الفكر يا شهر الفكر